ياسين العمري داعية مغربي، زاد سنة 1975 مدينة الجديدة، المدينة اللي مكتب ليه تزاد فيها من بعد زيارة عائلية من والديه، حيث كيسكن بمدينة الدار البيضاء بعين الشوق، الحي اللي كبر فيه ودوز فيها الإعدادي والثانوي وحصل فيها على البكالوريا ميزة حسن. درس أدب فرنسي بجامعة الحسن الثاني وحصل فيها على إجازة من بعد، وحصل على الدبلوم أهلية التدريس تقنية التعبير والتواصل من كلية علوم التربية. من بعد وقف الدراسة الأكاديمية لمدة 3 سنوات. هاد المدة هادي اشتغل في مدرسة خاصة كمدرس اللغة الفرنسية من سنة 2000 إلى سنة 2003. في هاد 3 سنوات كسب الأستاذ ياسين خبرة في التدريس اللي وظفها من بعد تقنية التواصل. اشتهر الداعية الأستاذ ياسين العمري مجموعة من المحاضرات والدروس جعلت كل مغربي ومغربية يعيد ترتيب الأمور ديالو وكلامه، حيت أثر على بزاف ديال الشباب. اختار مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفيديوهات ديالو، حيت هنا يمكن ليه يوصل الرسالة ديالو لبزاف ديال الناس. الآن يعني بضغطة زر الكل متواجد، فكيف يمكن أن نوصل رسالة للشباب أنهم باستغلالهم لهذا الإعلام يمكنهم أن يتعلموا وأن يعلموا وأن يدعوا إلى الله نهوضا بهذه الأمة المحمدية. ربما اليوم لو بقينا في الشوارع، لو بقينا في المساجد، لو بقينا على الأرض نقول دفاعا عن النبي، ربما لن نستطيع أن نوصل هذه الرسالة كما وصلناها عبر المواقع الاجتماعية. ياسين العمري كيوصل الرسالة ديالو بطريقة فكاهية ومؤثرة. ياسين صوت الحق اللي ضر أصحاب الباطل والمهرجين اللي كياكلوا فلوس الضرائب والرسوم من أجل نصف ساعة أو ساعتين بعد مائدة الإفطار في رمضان.